السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا مع بعض على القناة كيكة بالشوكولاتة وتورتة بالشوكولاتة لمحبين الشوكولاتة. هنعمل النهاردة كمان طريقة كده الكيك بالشوكولاتة، وكمان لمحبين النسكافيه او القهوة سريعة الذوبان. طعمها جميل جدا، خطيرة جدا. هنشوف مع بعض المقادير بتاعتنا، وهقول لكم كمان على المقادير بالكوباية وبالجرام علشان تجربيها وتنجح معاكي من اول مرة ان شاء الله. شايفين الكيك بتاعنا عامل ازاي؟ ما شاء الله خطير. وهنعمل له طبقة من فوق كده كمان بطعم القهوة، حاجة كده من الاخر. طبعا بقى اللي بيحبوا الشوكولاتة والقهوة هيدوبوا في الكيك بتاعتنا دي النهاردة، وطريقتها سهلة وبسيطة جدا. بس يا ريت نتابع الفيديو للاخر، لان انتوا طبعا عارفين ان احنا طول الفيديو بنتكلم على تفاصيل كتير تخص الوصفة بتاعتنا. الوصفة بتاعتنا بسيطة وسهلة، ما فيهاش تفاصيل كتير قوي يعني، بس فيها بعض التكات كده لازم اوضحها لكم علشان تنجح معاكي وتبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه معايا كده. يلا بينا نشوف مقاديرنا ايه. اول حاجة معايا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. ما ينفعش اطلع البيض من التلاجة واستخدمه على طول في الكيك بتاعي. بعد كده حطيت عليه ظرفين من الفانيليا ورشة ملح صغيرة خالص. بعد كده هنضيف عليه 3/4 كوباية من السكر، بما يعادل كده 175 جرام من السكر. انا استخدمت مج الشاي اللي عندنا في كل بيت. بعد كده هنضرب المكونات بتاعتنا لحد ما السكر يدوب والخليط بتاعنا يكون لونه فاتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هضيف نص كوباية من الزيت، بما يعادل 100 جرام من الزيت. الخطوة دي ممكن تعمليها في الخلاط عادي، تحط البيض والسكر مع بعض الاول وبعد كده تنزلي بالزيت واحدة واحدة. هتلاقي الخليط برضو بقى لونه فاتح بالشكل ده. اهم حاجة السكر يدوب معانا، شايفين بالشكل ده. بعد كده معايا هنا كوباية من اللبن الحليب بما يعادل 200 ملي. انا استخدمت برضو مج الشاي زي ما قلتلك، انا معايراه بس وحطاه في الكوباية المعيارية كده. نزلت بنص كوباية اللبن علشان ادوب السكر مع بقية الخليط. وبعد كده هضيف الدقيق بتاعي وهشوف لو احتجت لبن بعد كده ولا لا. انا معايا كوباية اللبن، هشوف هاخد منها قد ايه. اللبن برضو ما يكونش ساقع ولا سخن، بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هضيف كوباية ونص من الدقيق المنخول بما يعادل كده 220 جرام من الدقيق. هضيف نص كمية الدقيق وبعد كده هنضيف بقية الكمية. ومعايا ربع كوباية من الكاكاو الخام بما يعادل 35 جرام، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا او الكربوناتو. واحط كمان معلقة نسكافيه او قهوة سريعة الذوبان مدوباها كده في معلقة مية سخنة. هنقلب الخليط بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا لسه ما ضفتش بقية الدقيق بتاعي. بقلب الخليط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبالراحة علشان مخرجش الهواء اللي انا دخلته في البيض والسكر. بعد كده هكمل بقية كمية الدقيق. اهم حاجة ننخل الدقيق علشان يدخله هوا كده والكيك بتاعنا يكون هش كده ومفيهوش فراغات زي ما شفتوه معانا كده في اول الفيديو. وحطيت برضو بقية كمية الكاكاو وهقلب الخليط بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الكيك بتاعنا النهاردة بيكون قوامه خفيف شوية عن اي كيك بنعمله. بضيف بقى كمية اللبن اللي معايا بالشكل ده. هي خدت كوباية اللبن كلها، شايفين بالطريقة دي. دوبنا المكونات بتاعتنا كلها. هجيب بقى الاسباتيولا كده عشان اقلب كويس، لو في اي دقيق من تحت يتقلب مع بقية المكونات كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب الصينية بتاعتي بقى، همسحها مسحة زبدة كده خفيفة او زيت، وهرشها رشة دقيق علشان نبطن الصينية بتاعتنا عشان الكيك بتاعنا ما يلزقش فيها. لو عايزة تضيفي ورقة زبدة مفيش اي مشكلة. انا بطنت الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهحط الكيك بتاعي. الصينية عندي مقاس 28. هنشغل بقى الفرن بتاعنا طبعا من قبل ما ندخل الكيك بتاعتنا ونحطها على الرف اللي في الوسط. الفرن يكون شغال من تحت بس. هتقعد معايا في الفرن نص ساعة وهتخرج بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. الفرن شغال من تحت بس على نار متوسطة. وقبل ما بخرجها من الفرن بختبرها كده بالخلة. الخلة بتطلع نظيفة ما فيهاش اي حاجة، خلاص كده بتكون استوت معايا. مقاس الصينية ممكن تكبري عن كده شوية علشان الارتفاع بتاع الكيك بتاعك يكون اقل من كده شوية علشان الطبقات اللي هتعمليها بعد كده. تعالوا بينا نشوف الطبقة التانية اللي هنحطها على الكيك بتاعتنا. معايا كوبايتين من اللبن بما يعادل كده نص كيلو من اللبن. حطيت عليهم معلقتين كبار من النشا
بما يعادل 25 جرام، وهضيف كمان معلقتين كبار من السكر بما يعادل 40 جرام، ونص معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان مدوباها برضو في معلقة صغيرة من المية الدافية، وهحط كمان معلقتين كبار من الكاكاو. هنقلب بقى الخليط بتاعنا كده مع بعضه، وهضيف له ظرفين من الفانيليا، وهضيف كمان معلقة كبيرة من الدقيق بتدي للخليط بتاعنا قوام كده كريمي وطعم جميل جدا. هنقلب الخليط بتاعنا كده على البارد، وبعد كده هنرفعه على النار، نار تكون متوسطة مع التقليب المستمر لحد ما الخليط بتاعنا يتقل معانا ويكون عامل زي المهلبية كده. في الوقت ده هنبدأ بقى نشوف الكيك بتاعنا هنعمل فيها ايه. الصينية بتاعتك لو اكبر شوية من الصينية بتاعتي كده هيكون سمك الكيك اقل شوية، فليكي حرية الاختيار. ممكن تسقي الكيك بكوباية من اللبن مع معلقة سكر مع معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، او ممكن تستكفي زي كده وتشيلي طبقة من الكيك او تشيلي كده جزء من الكيك من فوق علشان تقللي الطبقة شوية، وكمان تكون الكيك بتاعتك متماسكة مع بعضها كده، ما تكونش طرية قوي لما تضيفي لها اللبن. انا محبتش اضيف لها اللبن علشان كنت عايزة الكيك يكون متماسك شوية. بشيل الطبقة اللي من فوق دي علشان اساوي الكيك بتاعي ويكون كله متساوي، وبعد كده هجيب الصينية واقلب الكيك لتحت كده علشان الطبقة اللي فوق تكون مساوية، واحط الخليط بتاعي بعد كده. في الوقت ده طبعا كان الخليط خلاص تقل معايا بالشكل ده. هضيف له معلقة كبيرة من الزبدة ومعلقة كبيرة من الشوكولاتة قابلة الدهن، او لو عندك مكعب شوكولاتة خام ضيفيه مفيش اي مشكلة، بيدي طعم جميل جدا للخليط بتاعنا. طبعا الكيك بتاعنا كله النهاردة شوكولاتة وقهوة، فمش عايزة اقولك كان طعمه خطير جميل جدا. هنقلب بقى الزبدة والشوكولاتة مع الخليط كده، مع سخونية الخليط هتدوب الزبدة والشوكولاتة بتاعتنا. بعد ما الشوكولاتة والزبدة بيدوبوا خلاص في الخليط، بصب الخليط بتاعي على الكيك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الخليط بتاعنا سمكه عامل ازاي؟ ما شاء الله جميل جدا، والقوام بتاعه ناعم ومش خفيف قوي ولا تقيل قوي كده، مظبوط جدا. هساوي بقى الصينية بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الطبقة دي جميلة جدا خطيرة. ممكن تعمليها من غير شوكولاتة، ممكن تعمليها طبقة بيضة عادية، ما تحطيش كاكاو ولا الشوكولاتة الدارك اللي احنا حطيناها في الاخر. جميلة جدا. بعد كده هنجيب البواقي الكيك اللي احنا شلناها من الوش، هنشوف هنزين بيها الكيك بتاعنا ازاي. طبعا التزيين ده يرجع لك انتي وعلى حسب ذوقك انتي. دي الطبقة اللي انا شلتها من الوش بفرفتها خالص كده، عايزاها تكون قطع صغيرة جدا. وبعد كده هنزين الوش بتاع الصينية بتاعتنا، بزينها على طول والخليط يكون سخن علشان الفتافيت بتاع الكيك دي تمسك معايا في الطبقة اللي فوق، وتكون الطبقات كلها ماسكة مع بعضها. هنشوف دلوقتي هعملها ازاي. شايفين بالشكل ده. طبعا انت براحتك بقى، حابة تستكفي بكده، حابة تحطي الطبقة الفتافيت بتاع الكيك دي كلها على الوش مرة واحدة مفيش اي مشكلة. زي ما قلتلك التزيين ده يرجعلك انتي. شايفين ما شاء الله الكيك بتاعنا لونه غامق طبعا من لون الكاكاو ولون القهوة، وكان تحسيه كده كله قهوة وشوكولاتة، حاجة كده جميلة جدا. لازم طبعا تختاري نوع كاكاو يكون كويس جدا علشان يديكي طعم الشوكولاتة ويكون طعمه حلو في الكيك بتاعك. وطبعا الكاكاو الاسباني غني عن التعريف، هو صراحة افضل انواع الكاكاو، وتجيبيه يكون من مكان مضمون علشان يكون طعمه حلو معاكي. بعد كده حطيت وحدات كده من الكريز شكلها جميل جدا، وعشان تكسر اللون معانا كده، او ممكن تعملي وردات من الكريم شانتيه زي ما تحب بقى، اللي متوفر عندك استخدميه. بعد كده بدخل الصينية بتاعتي التلاجة ساعتين ل3 ساعات كده علشان طبقة الكريمة اللي فوق دي تتماسك مع الكيك وتكون كلها طبقة واحدة متماسكة مع بعضها. بعد كده خرجتها من التلاجة كانت متماسكة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ اقطعها بقى الحجم اللي انت عايزاه قطعيه، عايزاها احجام صغيرة حجم كبير زي ما تحبي.
هقطعها معاكم كده علشان تشوفوا الكيك بتاعتنا والطبقات بتاعتنا قد ايه متماسكة، وكمان طعمها جميل جدا. جربيها ان شاء الله مش هتندمي. لو انت بتحبي الشوكولاتة والقهوة خطيرة، هتعجبك جدا. شايفين القطعة عاملة ازاي وقد ايه جميلة جدا، وطبقة الكريمة مسكت معانا مع الكيك بتاعتنا. هجيبها لكم كمان عن قريب علشان تشوفوها كويس جدا. شايفين ما شاء الله جميلة جدا. ممكن تستخدمي المقادير بتاع الكيك دي تعملي بيها كيك لوحده عادي، مش لازم تعملي الطبقة اللي من فوق دي. بصراحة جميلة جدا مع كوباية شاي كده او فنجان قهوة، ولا قهوة تاني ليه بقى، كفاية خلاص كده. على فكرة القهوة سريعة الذوبان اللي احنا بنضيفها في المعجنات او في الكيك او كده غير القهوة اللي احنا بنشربها في الفنجان. القهوة سريعة الذوبان اللي هي الكلاسيك البلاك العادية، مش 3 في 1 ولا 2 في 1، اللي هي البلاك العادية بيكون طعمها جميل جدا في الكيك. بتحط نص معلقة صغيرة كده بتكون خطيرة. شايفين اللوحة الفنية بتاعتنا ما شاء الله جميلة جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوه، وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.